طيب للناس اللي بتسأل على الكورسات المجانية بتاعت جامعة هارفارد، ازاي توصل لها وازاي تسجل فيها، عملت فيديو بسيط يشرح الموضوع. هتلاقي هنا على الصفحة دلوقتي اللينك بتاع الكورسات ديت عشان تدخل لها على طول لو انت عايز. بس الفيديو هيبقى فيه شرح ازاي توصل للكورسات ديت من خلال البحث عليها في جوجل. فتابع الفيديو، اتمنى يبقى بسيط ويكون سهل ويفيد الجميع. هندخل على جوجل ونكتب في البحث هارفارد فري كورسز. لما ندخل هناك هنلاقي اول اختيار هنا طبعا مكتوب جامعة هارفارد يونيفرسيتي والفري كورسز، اضغط عليه. بعد كده ننزل نختار الكورس اللي احنا عايزينه. في كورسات كتير، يعني هتلاقي في صفحات كتيرة موجودة على حسب الكورس اللي انت عايزه. مثلا نختار عشوائي دوت مثلا، ندخل عليه فهتلاقي هنا بيانات الكورس وحاجته واللغة بتاعته والكلام دوت. خلي بالك هنا مكتوب الترانسكريبت او الترجمة مكتوبة بالانجليزي، لكن لما نخش على إيدكس هتلاقي ان هي موجودة كمان باللغة العربية لو انت عايز. حلو، هنيجي نخش كده نطلع تاني. انا عايز اسجل في الكورس دوت، طبعا هنا مكتوب ان هو فري زي ما انتوا شايفين هنا اهو مكتوب فري. كويس. طيب هندخل، شايفين هنا فوق مكتوب learn more و edX، هضغط عليها تلاقي هنا كورس وتلاقي هنا كل تفاصيله. طيب احنا كده بعد كده هنشوف عايزين ناخد الشهادة او عايزين نبدأ فيها. تعمل earn certificate ديت. هنا تحت تيجي تشوف هتلاقي ان الكورس نفسه الاكسس بتاع الكورس دوت فري. لو انت عايز تاخد شهادة في الاخر هتدفع $299. فانت بتختار اللي انت عايزه، يا اما تضغط على continue يا اما تعمل upgrade هتدفع فلوس وتاخد الشهادة، و continue ديت فري لو انت عايز تاخده فري. خلينا نقول فري. تبدأ بقى في التسجيل من هنا، كل بيانات الكورس والحاجات بتاعته تقدر تشوفها بكل سهولة. وبعد كده وتطلع فوق هنا تعمل ستارت، يعني to begin الكورس اهي بالبرتقاني ديت ستارت كورس، تبدأ منها. وبالتوفيق للجميع، تحياتي، مع السلامة.